محتاجين تنفيذ. تاني معلش، الرسايل عملت مش متقدرة بينا، لا احنا قريناها. واو، هو انا سرحت قوي كده ولا ايه؟ محتاجين تنفيذ كود الاتاحة، وده برضك محتاجين تتكلموا فيه فعلا. تمام. العيب ايه؟ ثواني يا جيكا بالراحة عليا. العيب، يا خبر ابيض، العيب فينا كذوي الهمم، بعد الناس بيجري ورا الوجبات والحفلات والشو والتصوير، عشان كده الواحد حزين. بص يا جيكا، علشان نبقوا بس ايه، ما تحرقليش البرنامج الله يرضى عنك، علشان خاطر ايه، خلينا اصحاب. تمام، خلينا ايه جيكا، خلينا اصحاب. تمام. ما تحرقليش الفكره، لان في البرنامج رؤيتي هنتكلم على النقط ديت، هنتكلم ان في تجاره ببلاش. تمام، كلها تحت اسم مسمى الخير، فما تحرقليش نقط كتيره جايه قدام. والشهاده لله الاستاذه سلوى عطيه، مستقبل وطن تمام، مستوى اسكندريه من افضل الشخصيات اللي بتخدم اهالينا وناسنا. كل التحيه والتقدير لكل واحد بيتجه وبيتحرك لخدمه الناس. يا جماعه احنا طالعين، في اللي يتابع في اول البث بتاعي كنت بتكلم في نقطه، النقطه دي بتقول لك ايه؟ في برنامج بتاع رؤيتي في المجتمع المدني، عايز اشيل التشوه اللي موجود عند ان الناس، ان استغفر الله العظيم يا رب، بتوع المجتمع المدني دول ناس شمال. لا 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 لا، في ناس افاضل، في ناس بتتقي الله، في ناس عندها هدف الناس خدمتهم. من ضمن السلبيات اللي احنا هنطرحها قدام، من ضمن السلبيات والمشاكل اللي موجوده. وعايز اقول لحضرتك ان البرنامج بتاعي عند ناس كتير هيبقى من المغضوب عليهم. انا مش هتعرض لشخص، وانا في حل اللي انا اتعرض للشخص، لكن انا راصد. فاهمنا جيكا طبعا؟ تمام، والناس اللي معايا فاهمه. انا قليل جدا 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 جدا، شفت كام جدا 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 جدا، الظروف الحفلات. ادعيت في الحفلات بدل المره مليون و15 مره، بس انا ما بحبش الظهور. يعني انا هتلاقيني تمام في الاماكن الصعبه اللي انت تلاقيني فيها. يعني في واجب عزا هتلاقيني موجود باذن الله، في فرح عند حد باذن الله هتلاقيني موجود، لكن حفلات في حفلات رحتها، في حفلات رحتها مش هنكر، بس انا رايح وانا قلبي مطمئن، ودي تفرق كتير. تمام، لكن في علامات استفهام، في علامات استفهام من ضمن السلبيات اللي هنتكلم فيها قدام، هنحكي فيها. في ناس للاسف فيها ليها لقمه عيش، ففي مواضيع وامور لا احنا هنتطرق ليها. وانا عارف، وانا بقول لكم انا هتهاجم ومش محبوب، هبقى مش محبوب الفتره اللي جايه. يعني سجلوا ديت الايام اللي جايه باذن الله، هتلاقي عند بعض الناس لما تيجي سيره احمد حفني راجل محترم مفيش خلاف عليه، واللهم لك الحمد. وانا احتسب نفسي ذلك عند ربنا، ان انا من الناس اللي اللهم لك الحمد يعني بحترم نفسي كويس قوي، بحترم نفسي كويس قوي 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 قوي، بتكلم كمان بشكل السكينه. تمام، لكن الايام الجايه لما هنبتدي بقى نخبط على مواضيع، لا هتسمعوا كلام عن احمد حفني مش حلو، مش لطيف. طب انت عايز ايه يا عم؟ انت هتجيب لنفسك وجع دماغ؟ لا، انا مش هجيب لنفسي وجع دماغ، هو انا هجيب لنفسي فكره اللي انا اقول هنا صح وهنا غلط، وانت حرين، مش فارقه معايا. تمام.
مستر مصطفى القماش، الله ينور يا قائد، دايما متألق، بس واحدة واحدة، سيب لنا حاجة نطلع بيها يا قائد جنبك. يا قائد انت الكريستالة بقت معاك خلاص، من نجاح لنجاح بجد والله يا مستر مصطفى. وبجد بجد انا مبسوط ان انت بدأت تتحرك والدنيا بدأت تيجي معاك كويس. منور الدنيا. كنا بنتكلم في الملف بتاع ذوي الهمم، وبجد بجد ملف محتاج حاجات كتيرة يا مستر سعد. واو. مساء الخير، لما ادخل اللايف من الاول ولكني سمعت جملة تخص انضمام ذوي الهمم والكيانات ممكن يكون مجرد تسديد خانة، وان او انا انكر ذلك في بعض الكيانات، ولكن ذلك يتوقف على الشخص الممثل ذوي الهمم. حضرتك لو كنت فعلا دخلت من اول اللايف، تمام، هو ده كان كلامي بالظبط. مثلهم مثل باقي فئات المجتمع عندما يمثل الشعب. طيب بص يا مستر سعد، هقول تاني الموضوع باختصار علشان ما يبقاش فيها قص ولزق. كنت بتكلم مع مستر عبد الرحمن في ملف ذوي الهمم، قلت له ملف ذوي الهمم عندنا ليه مسارين، تمام؟ مسار في جمعية ما او مؤسسة ما او حزب ما بيقولوا ياسين تعالى امسك الملف ده، تمام؟ فهل انت قادر ان انت تمسك الملف ده وتنوره، ولا هيكون تسديد خانة ان انا عندي في اللائحة بتاعتي اسندت ملف وخلاص؟ ده سؤال. ليكم طلبات؟ ليكم طلبات، وليكم طلبات كتيرة جدا كمان، تمام؟ وليكم ناس شرفة جدا جدا جدا، تمام، ممثلة عنكم. انا بعشق مستر رجب، راجل محترم جدا، التقيت بيه مرة او مرتين بس، راجل محترم جدا، سيرته نظيفة جدا، سيرته محترمة جدا، تمام؟ لما الطلبات بتاعتهم يتشاف اعضاء مجلس نواب يقول لهم احنا لنا طلبات 1 2 3 هاتوها لنا من التشريعات، يبقى انا عندي المسارين اللي انا بتكلم فيهم وهم دول اللي يتحركوا فيهم، تمام؟ لكن في ناس بتخش سد خانه، في ناس بتخش سد خانه. انت لما هتمسك الملف هتنوره ولا لا؟ ده سؤال. انت هتقبل على نفسك تكون سد خانه؟ طيب انت عندك من الرؤيه اللي انت تنور ملفك؟ ده السؤال اللي انا بتكلم فيه، تمام؟ استاذه امل منور، استاذنا واستاذتنا الغاليه. ايوه يا فندم مستر سعد، انا متفهم الكلام ده كله، انا متفهم اللي انت حضرتك بتقوله. انا حضرتك عشان دخلت بس في الجزء، تمام، لكن لو تابعت من اول اللايف حضرتك، لا انا قايل اللي حضرتك بتقوله، انا قايله من قبل ما حضرتك تخش تقوله، تمام؟ واحنا مش مختلفين، احنا على تراك واحد. مستر رجب كنت لسه بجيب في سيره حضرتك بالطيب والله العظيم في الملف بتاع الاعاقه. مستر عبد الرحمن هو اللي اثاره، هو ما كانش في موضوعي النهارده. منور الدنيا حبيب قلبي، بجد بجد يشهد ربنا ان احنا اتقابلنا مره او مرتين، وان انت ليك مكانه خاصه عندي. حد يعني من ضمن الحاجات، والله مش عشان خاطر مستر رجب معايا على اللايف، ارد بس اقول حاجه بس. مستر سعد وفقكم الله فيما هو خير دائما، اللهم امين انا وانت يا رب، اللهم امين اللهم امين يا رب. تابع من اول اللايف هتلاقينا انا وانت ماشيين على نفس التراك. نرجع لمستر رجب. مستر رجب كنت انا بتكلم في فكره ان احنا لو بتيجي جمعيه ما او مؤسسه ما او حزب ما، بيجي يقول لك ياسين تعالى امسك الملف بتاع الاعاقه، فيجي والله يقول لك ايه هنا بقى. كان سؤالي حضرتك لما هتمسك الملف ده هتنوره؟ يعني هتعرف تعبر عنه، ولا هتقبل على نفسك ان انت تحط خانه؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه، تمام؟ هل ليكم طلبات؟ ليكم طلبات قولا واحدا، ودوركم تمام ان انتوا تتكتب الطلبات ديت من خلال الرابطه بتاعتكم وتتقدم. والله يا مستر رجب حضرتك انت اللي وحشنا اكتر بجد والله، واياكم يا رب جزانا وجزاكم الله خير. جماعه اللي حابب يعمل انضمام معايا على اللايف، تمام، في علامتين برواز وصوره اشخاص كده هيتك عليها ويطلع معايا على اللايف لو هو حابب يعبر
عن اي رؤيه ليه، لان برنامج رؤيتي بيتكلم في المواضيع دي كلها اللي هتنطلق باذن الله بعد عيد الاضحى باذن الله. كل سنه وحضراتكم بخير وبصحه وبسعاده. نرجع لمرجوعنا تاني، والله يسامحك يا مستر عبد الرحمن، ما كانش ده هو بدايه الانطلاقه، بس هو ملف قوي جدا، ملف شائك. تمام. مش عارف الكلام اللي انا هقوله صح ولا لا، بس بعض الاشخاص اساءوا للملف وبعض الاشخاص احسنوا للملف. كل الاحترام والتقدير لكل شخص احسن للملف بتاعه. تمام. ان عرف ياخد الملف على عاتقه ويتحرك بيه. من الشخصيات اللي معايا على البث بجد بجد مستر رجب بسم الله ما شاء الله، انا باكن ليه كل الاحترام والتقدير. لا راجل عارف ايه اللي ليه واللي عليه، عارف الاطار بتاعه فين. تمام. يشهد ربنا ان الموضوع ده ما كانش موضوعنا اصلا، ما كناش هنتكلم فيه اصلا. تمام. بس هو اصار، وسبحان الله دخل مستر رجب او حد قال له بقى مستر احمد بيتكلم، فهو دخل على اللايف. لكن لا بجد بجد مش اي حد يعرف يمسك الملف ده، مش اي حد يعرف يخليه ينور معاه. تمام. من ضمن الحاجات اللي كنت لسه بقولها، انت لما يسند اليك بقى اي ملف مش ذوي الاعاقه خالص، لا، اي ملف هيتقال لك والله يا ياسين الملف ده بتاع حضرتك. سؤال، هتكون في الملف ده فاعل ولا هتكون مفعول به؟ تمام. هتكون في ايه؟ فاعل. يعني عندك رؤيه، الرؤيه ديت بتقول واحد اتنين تلاته، وعندك بلان هتمشي عليه واحد اتنين تلاته، فتعرف في خلال خطه بتحطها انت والفريق اللي عمل معاك، اذا كان بقى في جمعيه او في مؤسسه او في حزب، تعرف الملف ده ينور. وهنا انا مش بتكلم على ملف بعينه. تمام. ولا حضرتك هتكون سد خانه؟ سد خانه تبقى كارثه، تبقى انت حتى ظلمت نفسك للاسف. طيب مستر عبد الرحمن دخل معانا تاني على الخط. احنا بالفعل بنعمل كتير على الارض، ولم نتمنى ننتمي الى جمعيه ولا مؤسسه، لكن مجموعه مجتهده من اسر الاشخاص ذوي الاعاقه، لكن للاسف الحلم بيتسرق مننا. حلوه التمهيده دي. مستر عبد الرحمن خلي الملف ده لوقته، خلي الملف ده لوقته، لان انا مش طالع النهارده افتح النيران مره واحده، ولا طالع اهاجم حد في شخصه. احنا هنناقش بموضوعيه حاجات كتيره، فواحده واحده. انت هتقول لي يا قائد، مستر رجب في خبايا كتير جدا، ولكن كتير من الناس حافظ مش فاهم للاسف الا من رحم ربي. حقيقي 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 حقيقي. كنت في مره في جلسه من الجلسات اللي فيها طابع الصداقه يعني، فكلف احد الاشخاص بمهام حزبيه، فبساله سؤال: انت عارف البوزيشن ده ايه؟ طب انت عارف الاطار بتاعك ايه؟ طب انت عندك رؤيه ليه؟ فلقيت على الله حكايتنا، على الله حكايتنا. للاسف 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 في امور كتيره. خلي بالك انا ما عنديش مشكله انت ما تبقاش عارف، بس يبقى عندك فكره ان انت عايز تتعلم. دي المهمه بالنسبه لي. يعني ممكن اسند ملف لحد هو ما عندوش الدرايه الكامله بيه، بس هو عنده فكره ان هو عنده استعداد ان يتعلم ويشتغل على نفسه لغايه لما يقف وفعلا يسد لك عين الشمس في الملف ده. بس كم واحد ما تعرفش فكره
بوزيشن وخلاص، اي بوزيشن وخلاص للاسف الشديد. كتير بيحلم باي بوزيشن وخلاص. طب انت هتديله ايه؟ يعني الملف ده اما هيتسند ليك انت هتاخد منه ايه وتديله ايه؟ على الله حكايتنا. طيب البوزيشن ده عارف الاطار بتاعه رايح لغايه فين؟ الله اعلم. مستر رجب فعلا والله العظيم علمنا كتير، ولكن كله عند ربنا وحضرتك فاهم فعلا. للاسف، للاسف، للاسف. عارف، وده انا ما ببصلوش، ما بيزعلنيش. ان انا اعلم حد ويطلع بعد كده يقول لك انا كنت عارف، انا بابا المجال، انا نازل، الحاجه ولدتني من هنا وانا مقطع السمكه وديلها. ده دول الله يعني يصلح لهم حالهم ويهدي لهم نفسهم. ما عنديش خلاف. تمام خلاص، انا علمت، تركت اثر، حطيت بصمه، السلام عليكم. انت ضميرك جه وقال ان ينسب الفضل لاهله، ان سين ده علمني، كتر خيرك. ان ده ما جاش، السلام عليكم، والله ما هتفرق. كاتم العلم آثم. ما ينفعش يبقى عندي علم واخفيه. مش فارقه، مش فارقه خالص والله العظيم. طيب بعت لحضرتك انضمام، ما جاليش والله، صدقني والله ما جالي خالص انضمام. تمام. استاذ رجب اضحك اضحك يا قائد، اضحك يا قائد، ده الحلقات اللي جايه هتبقى جميله. انا مبسوط جدا بتفاعلكم والله العظيم، ومبسوط جدا بتعليقاتكم جدا 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 جدا. ما جاليش مستر عبد الرحمن، والله ما جاليش اي انضمام، ما جاليش اي انضمام خالص. ابعت تاني كده يا قائد. تمام. مصطفى ربنا يبارك في حضرتك، اخي زميلي في العمل، حضرتك الافضل والاحسن والله، قائدي في العمل. لا العفو، العفو، انت الافضل والاحسن مستر مصطفى والله، في العمل الخيري اللي بتشرف بيه وبتعلم منه. تحياتي للاستاذ رجب. رجب اخ مع حفظ الالقاب. لا لا لا، رجب اخ محترم، وانا على المستوى الشخصي انا بحبه وبحترمه بجد بجد يعني. من الناس اللي تعدى على صوابع الايد المحترمه. تمام. للاسف يعني، للاسف كان نفسي اقول في غالبيه محترمه، بس كويس، كويس ان في حاجات بتنور كده بتقول ان لسه في حاجات كويسه موجوده. طيب انا مستر عبد الرحمن ما جاليش لحضرتك والله اي حاجه، حتى فتحت علشان اشوف تاني اهو. تمام. مفيش اي حاجه بخصوص الجمهور. تمام. ولا الهوا والله. تمام. انا كنت سعيد جدا بحضراتكم. يا رب اكون طولت كتير، طولت 8 دقايق. و آه، عايز اقول لكم، لما تبقى غايب لسنه وترجع لايف وتلاقي التفاعل ده موجود معاك، لا دي حاجه تبسط، دي حاجه تبسط بجد. آه، بجد كنت حاسس في لحظه كده آه، لكن تواجدكم كده ادى روح معنويه كويسه. انا سعيد بكل حد دخل على اللايف، سعيد بانضمامكم. تعليقاتكم بجد رفعت من روحي المعنويه قوي 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 قوي. التعليقات اللي داخله ايجابيه كلها. ناقشنا باحترام متبادل، بموضوعيه قوي، وده ينم عن ان احنا فعلا على مستوى التحضر منه عالي جدا. انا بشكركم، وبجد بجد ممتن ليكم. ومستر محمد صلاح دخل معانا على اللايف وانا لقطك. تمام. ومش عايز
اتكلم ويلا بينا بقى نجهز من الشخصيات قبل ما اقفل. محمد صلاح، مش هقول استاذ محمد صلاح، محمد صلاح. محمد صلاح من الشخصيات اللي لمست قلب الواحد. محمد صلاح لما اقول لك فينك يقول لي انا موجود، انت عايزني امتى والساعه كام وفين؟ يا محمد انا عايز اشرب قهوه دلوقتي، يلا بينا ننزلوا نشربوا القهوه مع بعض. لما اكون مخنوق بلاقي سماعه التليفون، مالك في ايه؟ انا حاسس ان انت متضايق. يعني رب اخ لم تلده لك امك. محمد صلاح علاقتنا مع بعض في حته تانية. محمد صلاح شقيق قلب، حد انا بحبه جدا، اخ. هو المفروض في الفورمال اننا يعني لما تيجي سيرته مستر محمد صلاح، لا 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 لا، محمد صلاح علاقتنا مع بعض علاقه، حتى لما بنسلم على بعض مش السلام لا 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 لا، ياخدوا بعض في الحضن وبتاع. انا بأتمنه على سري وهو كذلك، يعني انا بأتمنه على سري وهو كذلك. محمد صلاح لا لا لا، بقول له عدل من الرمل وتعالى معانا المنتزه، بيقول لي لا تعالى انت معانا الرمل. مش عارف، مش عارفين نقنع بعض، دي الحاجه الوحيده المختلفين فيها. في عز ما كان ليا كذا ازمه، كان الكتف اللي يحط كتفه جنب كتفي كان محمد صلاح، ودي شهاده حق تتقال. لو في باب خير هتلاقي محمد صلاح بيخبط على الباب ده قبل مني. محمد صلاح بجد بجد مش عارف اجمع كلمتين واقولهم من كتر الكلام الكتير اللي جوه مني في حقك يا محمد. طولت عليكم. مستر عبد الرحمن بيقول لك الاستاذ محمد صلاح من الشخصيات الجميله والمحترمه. ده العشق، محمد صلاح العشق، من الناس المقربه جدا لقلبي. مستر مصطفى سليمان اخويا وحبيبي وصديقي الغالي، منور اللايف جدا جدا. متاخر يا قائد، متاخر ليه كتير يا قائد. طيب انا سعدت بالتواجد معاكم في خلال الساعه الا ربع ديت، وبجد مبسوط بكم التعليقات اللي دخلت. مبسوط كمان ان احنا راجعين على التراك تاني مع بعض، فكره برنامج رؤيتي لايف اسبوعي من بعد العيد، كل يوم سبت باذن الله الساعه 10. نشكر مستر محمد صلاح اللي نقى الوقت والميعاد والتاريخ. تمام. مستر رجب اخويا وكفى. لا انا هقفل، لا 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 لا، انا هقفل الحلقه دي بقى على كده خلاص. انا هقفل الحلقه دي كده على كده خلاص. حبيبي حبيبي حبيبي، سند، الولد السند، جدع، راجل. بس بقى محمد عشان دمعه الواحد هتنزل يخرب بيت سنينك. ما ما تحرمش منك ابدا يا محمد، ومن حطيتان كتفك معايا. اخويا بجد، صاحبي بجد، ده ما قلت شقيق كده للقلب بجد يا محمد. مستر عبد الرحمن والله مش عارف اقول لكم ايه. طب يا جماعه انا شايف ان في مشاهدات بتخش اكتر واحنا المفروض ان احنا نقفل الحلقه كده، زادت عن ميعادها ربع ساعه، فانا مضطر للاسف ان انا هقفل. تمام. طيب اطلع منها انا مستر رجب، صح كده ولا ايه؟ ربنا يدوم المعروف بينا ويدوم الحب والخير بينا. احنا من برنامج رؤيتي بنحاول نسعى بس ان احنا التشوهات اللي موجودة عن المصطلحات اللي معانا نشيلها، ندور على اطار جديد. تمام. مستر ابراهيم منور الدنيا كلها، اخويا وحبيبي القائد احمد حفني، العفو انت الافضل والاحسن، من الشخصيات المحترمه جدا 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 جدا. مستر ابراهيم شبل بجد بجد. مستر محمد رمضان استاذنا الغالي، ربنا يوفقك، انت الافضل والاحسن بجد.
مستر رجب، حضرتك اخ واستاذي. العفو 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 يا قائد، العفو والله. ولينا مكالمة مع بعض قريب يعني. لينا بإذن الله مكالمة وقاعدة مع بعض قريب بإذن الله. بإذن الله بإذن الله. محضرين مفاجآت. محضرين مفاجآت. وفرصة بقى معانا الأستاذ رجب معانا في برنامج رؤيتي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حصري هيبقى معانا رجب جودة بإذن الله. ليه يوم في الشهر معانا كل أسبوع. كل أسبوع. تمام. ويبقى يعترض دلوقتي على اللايف. تمام. من ضمن القنوات اللي هتكون متواجده معايا في برنامج رؤيتي. البرنامج هيطلع كل يوم سبت الساعه 10 مساء. هنطرح رؤيه. الرؤيه ديت هعبر فيها عن وجهه نظري. هيجي الضيف مختلف معايا يعبر عن وجهه نظره. تمام. وبعد كده نبتدي نتناقش ونسيب الحكم للجمهور. حبيبي يا قائد، ما تحرمش منك ومن ذوقك. وبجد ادام فتحنا ملف، انا اصلا ناوي افتحه. ف هتواصل مع حضرتك على الماسنجر بعد الحلقه، وهنتبادل الارقام التليفونات ونحدد الميعاد اللي هنتكلم فيه اللايف. واللايف يا جماعه فكرته ان احنا الاثنين مش هنبقوا قاعدين قصاد بعض جنب بعض، لا، احنا الاثنين هنبقى في لايف مفتوح. هو في مكان وانا في مكاني وبيضم عليا، ونبتدي نشوف الاسئله والاستفسارات اللي موجوده. تمام. بعد ما كل واحد مننا يعبر عن رؤيته، يعني انا هخش اعبر عن رؤيتي في الملف ده، وهيجي الضيف يخش يعبر عن رؤيته. تمام. وان شاء الله ان شاء الله هديله المجال لغايه لما يقول لي انا نفع عبرت عن رؤيتي خلاص. هبتدي بعد كده نتناقش. تمام. طبعا هكون بدير انا الحوار. تمام. وابتدي اخد الاسئله من الشات اللي طالع لك. وهنشوف هو احنا بنعمل سكرول كده ونشوف الدنيا فيها الدنيا فيها ايه، والدنيا متاحه ازاي. سعدت باللقاء معاكم. بجد بجد. شكرا مستر عبد الرحمن، الحوار جميل جدا بصراحه. شكرا، اشكرك بجد. سعدت بتعليقاتكم. الف الف شكر ليكم. رفعتم الروح المعنويه كتير جدا. سعدت بوجودي معاكم. في حفظ الله ورعايته. كل يوم سبت الساعة 10 برنامج رؤيتي في انتظاركم وفي انتظار تعليقاتكم. دمتم في حفظ الله وفي رعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.